النهارده عن مضاد حيوي من اقوى المضادات الحيويه اللي شغاله بقى على الجهاز التنفسي والمعوي الاثنين مع بعض. هنتكلم باختصار عن الفلورفينيكول، وطبعا كلنا بنسمع عنه ويمكن بنستخدمه لكن مش عارفين استخداماته صراحه عامله ازاي. والنهارده انا هقول لك باختصار امتى تستخدمه وامتى ما ينفعش تستخدمه، وايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تعود عليك او على الفراخ بتاعتك منه. ولكن قبل اي حاجه هعوز منك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار. وصراحه يا جماعه انا مش شايف اي تفاعل خالص حقيقي بمعنى الكلمه، مش شايفه خصوصا مع السلسله دي. فرجاء يا جماعه نتفاعل شويه بحيث نلاقي يعني حافز يشجعنا ان احنا نكمل تاني. لما نلاقي الناس مهتمه والناس بتتابع والناس بتناقش معانا والناس بتسيب اسئله واستفسارات، فطبيعي هتلاقونا بنتشجع وبنعمل اكتر واكتر وبنرد عليكم. ويلا عشان ما اطولش عليكم، كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى ويلا نتكلم على الفلورفينيكول باختصار. مبدئيا احنا بنستخدمه تنفسي ومعوي شغال الاثنين، وده لانه بسم الله ما شاء الله من اكتر المضادات الحيويه اللي مجرد ما الفرخ بيشربه في وقت قصير جدا تلاقيه انتشر في جميع خلايا الجسم. يعني بتلاقي راح على القصبه الهوائيه، الاكياس الهوائيه، راح على يعني ما سابش حته في الجسم، المفاصل ما بيخليش بصراحه. وده لانه بيكون امتصاصه عن طريق الدم، يعني مجرد ما بينزل في الامعاء بتبعته للدم على طول ويبدا يتوزع في جميع خلايا وانسجه الجسم. فدايما بتلاقي نتائجه فعاله وكويسه جدا، وشغال معاك بقى في حالات تنفسيه كتير جدا. وشغال برضه يعني عايزك تبقى فاهم ان ده العدو الاول للايكولاي والسالمونيلا، يعني صراحه نتائجه جباره مع الايكولاي والسالمونيلا. ودايما برضه يا جماعه جرعته، عشان الناس اللي بتسال على الجرعات، بيبقى في شركات كتيره جدا عندها نفس المنتج ولكن بتركيزات مختلفه، فالجرعه بتختلف من عبوه لعبوه. عشان ما ورطكش بس معايا واقول لك جرعته سنت على اللتر او جرام على اللتر، وتيجي تجيب انت عبوه تركيزها اعلى شويه وتحط منه مثلا سنت او جرام يعمل لك مشكله، تجيب برضه عبوه تركيزها اقل وتحط منها الجرعه اللي انا قلت لك عليها تعمل لك مشكله. فانت لازم تلتزم بالجرعه بتاعه المنتج اللي انت جايبه او العبوه بتاعه الشركه اللي انت جايبها. طيب يبقى احنا كده قلنا بيشتغل على ايه وشغال على ايه بالظبط. طيب امتى بقى نخاف منه؟ لو خلطته على مضادات حيويه كتير. فرجاء المضاد الحيوي ده بالذات بلاش نخلطه على اي نوع مضاد حيوي تاني، يفضل انه يكون لوحده كده، هيديك افضل نتائج وهتتبسط قوي من النتائج بتاعته. طيب نخاف منه امتى تاني؟ في ناس دايما مبدأها ان احنا لما يكون عايزين نحط جرعه علاج بنعطش الفراخ ساعه ساعتين عشان نحط لهم الميه يروحوا عليها على طول يشربهم ويستفادوا بالعلاج. انا معاك، يعني هو ده احيانا كتير بيكون صح، بس مع ادويه بتنفع وادويه لا. يعني مثلا الفلورفينيكول من المضادات الحيويه اللي بيكون طعمها وريحتها مر والفرخ بيعرفه، فممكن انت تعطشه ساعه ساعتين يروح يجري يشرب في الاول، بس خلاص الفرخ ممكن يغضب عليه وما يقربش تاني، او يمكن يقطع تماما او يعمل اضراب عن الميه تماما. فبلاش برضو انك تعطش كتير قبل الفلورفينيكول، يعني خلي الميه بتاعتك عاديه، خلصت الميه اغسل الساقات بتاعتك وحط الميه اللي بعدها على طول. طيب هنتكلم بقى على تأثيره على البكتيريا النافعة أو الفلورا المعوية جوه معدة الفرخ. يعني طبعا كلنا متعودين أو كل يوم بقول لكم إن أي مضاد حيوي بينزل يبهدل الدنيا في الأمعاء وبيقتل البكتيريا الضارة والنافعة، ولكن الفلورفينيكول هادي شوية، ما بيقتلش البكتيريا النافعة أو ما بيضركش زي بقية المضادات الحيوية. فهو دي من الحاجات اللي تتحسب له وكويس فيها. وبرضه على الكليه تاثيره على الكليه حنين قوي، يعني بصراحه ما بيعملش معاك اي اثار ولا بيسيب معاك اي ترسبات على الكليه ولا بيعمل لك مشاكل زي مضادات حيويه كتير. ولكن ممكن بيروح على الكبد لان الكبد بيمتص منه برضه جزء، ولو عندك اي سموم بيزود حمل السموم على الكبد. فانت تخلي بالك من النقطه دي. يعني الفلورفينيكول تحطه تتاكد ان ما عندكش سموم، ومجرد ما تخلصه تحط جرعه مضاد سموم كوقايه بحيث ان انت تبقى ظابط الكبد بتاع الفرخه والدنيا تمام وزي الفل. فيعتبر ده اغلب المعلومات اللي جمعتها لك عن الفلورفينيكول ويعتبر اهمها. ولو انت محتاج اي استفسار تاني بخصوص الفلورفينيكول او اي مضاد حيوي او اي معلومه بخصوص تربيه الفراخ البيضاء عموما، سيبها لنا في تعليق وباذن الله ارد على تعليقاتكم كامله. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش انك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار. واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومه جديده. اخوكم ابو نوح، والسلام عليكم ورحمه الله.